السلام عليكم متتبعي القناة ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم ديسير فلون كراميل بطريقة جديدة بدون فرن او نشا او فلون، بطريقة سهلة. الا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ديالي مرحبا بكم والف مرحبا، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نبداو على بركة الله. كأول مرحلة غنحضر بها الكراميل. ضروري تبداو بهاد المرحله هذه. بالنسبه ليا درت 5 المعالق كبار ديال سكر حبيبات، وإلا كنتو تبغيتو كميه اكثر اللي درت يمكن لكم تضاعفوا هاد الكميه. صافي كنحط السكر فوق البوطه. كما شفتوا البوطه خصها تكون ناقصه مزيان وخصو يذوب على خاطرو، ما تجهدوش نهائيا البوطه، خليوه يذوب على خاطرو باش كيصدق معكم الكراميل وما كيتحرقش وكيوجد بطريقه ناجحه. كما شفتوا هو بدا كيذوب، غير نشوفوا بدا كيذوب. غادي نبقى نحرك دوك الجناب اللي كيكونوا لاصقين في الجناب باش نتاكد بان السنيده كلها ذابت ما بقاتش لاصقه وما يتحجر لياش الكراميل. مرحله مهمه ديال الكراميل هي ما تجهدوش نهائيا البوطه، خليوه يذوب على خاطرو، عطيو له الوقت ديالو. وصافي منين منين تشوفوه بدا كيذوب هكا تبقاو تحركوا فيه حتى ما تبقاش تبان لكم نهائيا سنيده نهائيا، كيبقى يبان لكم بحال العسل. صافي ديك الساعات كتشوفوا بان بدا كيوجد، وكتخليوه يزيد واحد كيزيد غير شويه على ما كيولي كراميل باش يصدق معكم. باش يصدق ياخذ اللون ديالو يصدق معكم 100%، ما يتحجر لكمش في الكيسان. صافي هانت كما شفتوا بدا كيذوب. صافي غادي نحيدو من فوق البوطه حيت هو كيشد ديك السخونيه. خصكم هذا تسرعوا بهاد العمليه هذه، تكبوها في هاد في اي اللي بغيتو، زليفات او كيسان اللي لكم الاختيار فين ما بغيتو تقدموا هذا الديسير هذا. صافي كنحاول نسرع كما قلت لكم باش ما يزيدش، باش ما يتحرقليش ويجي المذاق ديالو مر. كما اكدت لكم هذه اول مرحله خصكم ضروري تبداو بها. خص منين تجيو توجدوا الفلون ديالكم يكون هذا الكراميل هذا جمد ولاصق في الكيسان او لا في الزليفات، خصو يكون جامد. صافي كنحاول نوزعوه باش يكون كقاعده، نتاكد بانه صافي شد راسو. ونمشيو نحضروا المرحله الثانيه. عندي هنا 4 الكيسان ديال الحليب، كيسان ديال الشاي، وغادي نديرو فوق البوطه حتى كيفيض. الشكل ديال الكيسان هو هذا ديال اتاي. غندير معاهم جوج معالق كبار ديال سكر حبيبات، سكر سنيده، ولكم الاختيار يمكن لكم ديروا حتى 3. اللي بغى يجيه شويه حلو يدير 3، انا ما جانيش حلو بزاف. اللي كيبغي الحلاوه يمكن له يضيف السكر. عندي هنا 4 بعد ما فاض ليا الحليب كما شفتوا. عندي 4 البيضات و3 ساشي سكر فاني. كل بيضه كتعبروا القياس ديالها كاس الحليب. عندنا كل كاس الحليب معاه بيضه. ودرت 3 ساشي الفاني باش كيحيد لنا ديك الزفوريه ديال البيض. ولا الا كانت عندكم شي منسمات اخرى من غير الفاني يمكن لكم ديروها بحال الحامض بحال الليمون، اي منسم عندكم بغيتو كتبغيو. صافي كنخلط الفاني مع البيض. بالنسبه ليا درت الفاني اللي عندها داك النكهه الفاني السائله، ما تكثرش من هذيك كتكون مجهده. كما كنعرفوا الساشي ديال الفاني ما كيكونش مجهد. درت 3 ديال الساشيات. صافي من بعد ما خلطت البيض غادي نضيف ليه الحليب. وهاد المرحله خصكم تردوا البال، هي اللي مهمه. نتوما كتكبوا نتوما كتخلطوا، ما توقفوش يديكم من التخلاط نهائيا باش ما كيطيب لكمش البيض وما كتكورش وينجح معكم الديسير 100%. كما شفتوا كنحاول نسرع يدي باش ما يتكور ليش نهائيا البيض. وكما ذكرت الا كنتو باغيين تضاعفوا هاد الكميه
اولا جاتكم كثيره هاد الكميه، يمكن لكم دائما تنقصوا المقادير، وكل كاس الحليب كما قلت لكم كديروا معاه بيضه. وبالنسبه للكراميل حتى هو كتنقصوا دائما في القياسات. صافي من بعد ما ساليت الحليب غادي نصفيه في واحد الصفايه باش نتاكد بان ما عندي حتى حاجه وراه ما تكورليش نهائيا. صافي ومن بعد ما غنصفيه غادي نكبو في دوك الزليفات اللي كيكون الكراميل واجد. باش قلت لكم ضروري من هاد المرحله تسبقوها هي الاولى كما كتشوفوا، خصو يكون هكا جامد. صافي كنكبوه في هاد الزليفات كما قلت لكم. انا خرجوا ليا خمسة ديال الزلايف وواحد كاس صغير. الا جاتكم هاد الكميه كثيره يمكن لكم تنقصوا في الكميه. وبالنسبه لطريقه الطياب ديالو، طريقه جديده انا مولفه كنطيبو في الفران. هاد الطريقه شفتها عند الصديقه ديالي في الانستغرام. طريقه في الحقيقه سهله ودغيا كيوجد فيها الفلون. شفتها درتها وقلت نطبقها حتى انا. وفي الحقيقه طريقه سهله. كناخذ دوك زليفات كنغطيهم بورق الالومنيوم كتقلبوه ديك الجهه اللي كتكحل ما ديروهاش هي لتحت باش ما يتاكسد لكمش. صافي كنغلفهم كاملين بورق الالومنيوم، وكناخذ واحد اللاطه اللي كبيره اللي غتهز ليا هذا المقياس هذا كامل. انا هاد اللاطه هذه ما عنديش ليها الغطايه. الا كانت عندكم شي وحده بالغطايه ديالها تكون احسن باش تغطيوها من يكونوا كيطيبوا. انا نظرا ما عنديش الغطايه غادي ندير لها غير ورق الالومنيوم وغنتقلها باليد ديال الكوكوط باش داك البخار خصنا داك البخار ما يخرجش. هو باش كيطيب هاد الفلون. صافي غادي نثبت الكيسان الزلايف وغنكب ليهم كاس ديال الماء فين غيطيب هاد الديسير هذا. كاس كبير ديال الماء يكون غير عادي، وغادي نغطيها كما قلت لكم. نظرا ما عنديش الغطايه غادي نغطيهم بورق الالومنيوم. نحاول نغطي مزيان باش داك البخار ما يخرجليش بهم باش غادي يطيب هاد الفلون هذا. وغنتقلها كما قلت لكم باليد ديال الكوكوط. المهم غادي نديباني راسي. والبوطه فين غيطيبوا خصها تكون قليله بحال القياس اللي طيبنا فيه الكراميل. حسبت ليهم 20 دقيقه وطليت عليه كما كتشوفوا. بغيت نشوف واش وجد ولا مازال. كتاخذوا واحد السكين وردوا البال فاش تحيدوا الورق الالومنيوم. داك البخار راه كيكون سخون باش ما يحرقكمش. كتخشيو الموس بهذه الطريقه هذه باش كيخرج لكم ناشف. عرفوا بان الفلون ديالكم صافي راه طاب ووجد. بالنسبه للبوطه راه بحال فين طيبت الكراميل كتكون قليله حتى كتسمعوا داك الماء بدا كيغلي راه كيعطي الصوت ديالو. صافي حسبوا 20 دقيقه وطلعوا عليه. صافي كنحيد هاد الزليفات هادو كنحيد لهم داك ورق الالومنيوم وغادي نغطيهم بورق السلوفان وندخلهم للثلاجه باش ما يشموليش الريحه ديال الثلاجه. وهاد الديسير هذا شحال ما وجدتوه على تيسا بحال دابا الا كنتو باغيينه في الصباح توجدوه في الليل. الا كنتو بغيتوه في العشيه المهم خصو الوقت ديالو في الثلاجه باش يبرد مزيان. وهو شحال الا بات كيجي احسن. صافي كما كتشوفوا غادي نغطيهم وندخلهم للثلاجه حتى كيبردوا مزيان. وديك البروده هي اللي كتخلي داك الفلون داك الديسير كيجي رائع. صافي من بعد ما غادي ندخلهم للثلاجه يباتوا ونوريكم الشكل النهائي ديال الفلون اللي حضرت معاكم. خصوصا في رمضان كنبغيو هاد الفلون هذا كيجي وسهل التحضير. صافي من بعد ما خرجتهم من الثلاجه كيجيو على هاد الشكل هذا.
صافي كتقلبوا منين تخرجوهم من الثلاجه خليهم واحد شويه، ماشي مباشره تقلبوهم، خرجوهم من الثلاجه وخليه واحد شويه باش داك الكراميل كيدوب وكيجي على هذا الشكل هذا. هانتوما كيجي رائع، واللون د الكراميل كما كتشوفوا كيجي حتى هو رائع، ماشي محروق، داك هو الشكل المطلوب. نحل معكم واحده اخرى، وإلا ما بغاش يتقلب لكم نوريكم واحد الطريقه كتنفسوها غير هكا من الجنب بواحد الموس حتى كيطلع شويه الكراميل. على هاد الطريقه هذه صافي كيطلع الكراميل وقلبوها. نتوما الشكل ديالو كيجي رائع. نتمنى وصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وتنتوما تجربوها وتعجبكم وتعجب الوليدات ديالكم. وإلا عجبكم هذا الفيديو شاركوه مع الاصدقاء والاحباب. وما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم واللايكات ديالكم. وصدقوني هذه الطريقه كتجي ساهله، وانا متاكده غتعجبكم حتى نتوما، ودغيا كيوجد، ما تحتاجوش تشعلوا الفران وتبقاو مقابلينه في الفران. هذه طريقه سهله وكديسير خصوصا في شهر رمضان. نتمنى وصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم جزيل الشكر الناس اللي عندي في القناه على التشجيعات ديالكم والتعاليق ديالكم بها باش كنزيد دائما القدام. الى وصفه اخرى ان شاء الله نوريكم الشكل ديالو كي كيجي عاقد. هانتوما كتشوفوا كيجي رائع. نخليكم الى وصفه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.